دكتور بص انا مطمن لك جدا وعارف انك جراح شاطر. بس انا خايف من التخدير. ما اقدرش اقول ان التخدير مش مهم. انت نايم المريض وعشان اعمل عمليتي. الناس بتفتكر ان البطل الحقيقي هو الجراح. بصي موضوع التخدير ده فعلا من الحاجات اللطيفة قوي وحكايته طويلة. المريض لما بيجي لي العيادة دايما بيقول لي ايه، دكتور بص انا مطمن لك جدا وعارف انك جراح شاطر. بس انا خايف من التخدير. وهضحكك، الناس ساعات بتبقى خايفة من التخدير مش بس المفارقات او الحاجات اللي ممكن تحصل له بسبب التخدير، لا ساعات بيبقى خايف كمان منه يخرف او يقول اسرار. بجد يخرف ويقول اسرار في فترة الافاقة. سواء ده او ده، هو should be considered، نقطة تتحط في الاعتبار فعلا انه التخدير ده جزء مهم قوي. يعني ما اقدرش اقول ان التخدير مش مهم، ما اقدرش اقول ان هو يقل اهمية عن الجراحة. انا لما بدأت افكر في السيستم بتاعي او في المنظومة بتاعتي، قعدت مع ستاف التخدير اتكلمت معاهم. زمان انا هقول لك على الاعتبارات بتاعت الناس العادية لما جت تفكر في التخدير تفكيرهم ازاي. انا جراح، لو سمحت يا دكتور، بتقول للتخدير نايم المريض عشان انا اعمل عملية. انت الهيرو، انت البطل، انت اللي هتعمل العمليه. انت نايم المريض وعشان انا اعمل عمليتي، مش مهم اي حاجه تانية، وبصحيه بعد ما نخلص. الموضوع مختلف. انا قعدت مع التيم، يا جماعه لا، القصه مش كده خالص. احنا 50% من نجاح العمليه. انا 50% ان انا اعمل عمليه حلوه جدا، وانت كدكتور تخدير 50% ان انت تنايم المريض ده كويس. دي يعني انت عايز تنايم المريض سيف، تحضره مظبوط، تنيمه بطريقه كويسه، بتستخدم نوع التخدير او البنج المناسب ليه جوه العمليات، تقومه نفسه كويس وما عندوش الم وما عندوش مشاكل بعد العمليه. لا دي نقطه مش سهله، دي نقطه يعني لازم تتعمل مظبوط ويبقى لها سيستم ومنظومه كامله عشان تعملها. الناس بتفتكر ان البطل الحقيقي هو الجراح. الحقيقه البطل الحقيقي هو المنظومه كامله اللي فيها الجراح وفيها السيستم كله وفيها دكتور التخدير. بالعكس، دكتور التخدير يعتبر من اهم العناصر في نجاح المنظومه دي او في نجاح السيستم ده.